هقولك على وصفة مجنونة النهاردة شوية، بس مكوناتها عبقرية. وهعرفك ليه كل حاجة فيهم موجودة في الماسك ده مش عشوائي وخلاص. عارفة ان اصعب احساس لما تخلصي ازالة الشعر وتبصي لنفسك تلاقي بشرتك ملهلبة وفيها حبوب، واوقات لونها غامق، يعني بدل ما تتهني تزعلي. وانا كنت كده دايما لحد ما لقيت الوصفة الغريبة دي، بس نتيجتها بقى قلبت لي كل المفاهيم. تعالوا بقى نشوف المكونات العجيبة الغريبة دي. هناخد 2 معلقة كبيرة من الدقيق الأبيض، وعلى فكرة ممكن تستبدليه بدقيق الرز أو دقيق الحمص، و2 معلقة من الكولا، وعصير نص ليمونة، متستغربيش من الكولا، وكمان نص معلقة صغيرة من معجون الأسنان الأبيض، ونقطة من خل التفاح أو الخل الأبيض. يا ترى بقى اشمعنى المكونات دي؟ تعالي أقولك. الدقيق هو الأساس في الوصفة، بيشتغل كلاصق طبيعي، حاجة كده زي الصمغ، بيلزق وبيمسك في الشعر الصغير اللي صعب ان هو يتشال، ومع الفرك بيسحب الشعر من الجذور، وكمان بيقشر البشرة بلطف فبتبقى ناعمة ونظيفة. طب ليه كولا؟ والله كولا، ضفنا كولا النهاردة عشان فيها شوية أحماض بتفك بصيلات الشعر. يعني الشعر بيتفك من الجلد ونسيبه يطلع بسهولة، بس بناخد بالنا ما نزودش الكمية عشان السكر ما يسبب لناش حساسية. طيب ليه ضفت ليمون؟ عشان بيطهر الجلد بشكل طبيعي وبيقتل البكتيريا وبيمنع الحبوب، وكمان بيفتح لون الجلد مع الوقت، والأهم بيشد المسام بعد إزالة الشعر، فبيدينا شكل نظيف ومرتب. معجون السنان اللي كلكم هتستغربوا ان هو هتقولولي حارق وهيعمل التهاب، لا، في فلورايد. دي مواد بتدي احساس بالتبريد وبتقلل الالتهاب، يعني تحسي براحة بعد الازالة، وبتمنع كمان الاحمرار واللسعة اللي بتحصل اوقات. والخل بقى سر الوصفة كلها، لانه بيوازن البي اتش، وكمان بيشد البشرة فالشعر يطلع اسرع واريح، وبيحمي الجلد من البكتيريا بعد الازالة. عرفتوا ليه بقى المكونات دي؟ بنخلط كل حاجة مع بعض لحد ما يبقى قوامه شبه المعجون شوية، وبنفرده على البشرة بعكس اتجاه الشعر، وهنسيبه من 15 ل 20 دقيقة. ونبدأ بقى لما ينشف خالص تفركيه بالراحة خالص، مش هتصدقي الشعر بيطلع والبشرة ناعمة، ولا وجع ولا دم ولا حبوب. اغسلي بمية باردة من غير صابون، ودهني جل صبار او زيت جوز الهند بعد الازالة. وما تحطيش اي برفان او كريم معطر بعد الازالة لمدة 24 ساعة. بصراحة مفيش وصفة ريحتني كده، ولا محتاجة تروحي صالون ولا تستحملي الألم ولا تخافي من الحبوب. جربيها وقوليلي رأيك في الكومنتات، ولو عندك وصفة أغرب من دي قوليلي ونجربها مع بعض. سيبوا بقى يا حلوين لايك وشير لو حبيتوا الفكرة. جمالك في مطبخك، وصفاتك السحرية دايما مع ميسو. بحبكم جدا وهتوحشوني للفيديو اللي جاي.